تخيلوا معايا مزيان واحد المملكة اللي عمر التاريخ ما شاف بحالها. واحد الملك وهب الله سبحانه وتعالى حكمة وقوة خلاته يتحكم في شي حوايج اللي خارقة للطبيعة. تخيلوا إمبراطورية الريح كتسنى غير الإشارة ديالو، والوحوش والجن خاضعين ليه بالكامل. مرحبا بكم في هذا العرض ديالنا اليوم، فين غادي نعيشوا أجواء ديال الحلاقي ونغوصوا في قصة من أعظم القصص، قصة النبي والملك سيدنا سليمان عليه السلام. أيوه، السؤال اللي كيطرح راسو دابا بقوة: كيفاش الملك من البشر يآمر الريح ويتحكم في الجن والقوة اللي ما كنشوفوهاش؟ كيفاش تبنات هذه المملكة الإلهية العظيمة اللي ما كانش بحالها؟ وشنو هما الأسرار اللي موراها السلطة المطلقة؟ هادشي كامل غادي نكتشفوه خطوة خطوة، وغادي نفهموا باللي القوة الحقيقية كانت مبنية على واحد الساس متين بزاف اللي هو الحكمة. الجزء الأول: حكمة سليمان الشاب واختبار الذكاء والعدل. باش نفهموا مزيان هذا السلطان خصنا نرجعوا شوية اللور لقصر النبي داود عليه السلام. القضية اللي تحطات في هذاك النهار كانت كتبان مستحيلة. جوج ديال العيالات دخلوا لمجلس القضاء، كل وحدة فيهم كتقول باللي داك الرضيع اللي عايش راه ولدها، وأن ولد الأخرى هو اللي مات. المشكلة فين كاينة؟ ما كاين لا دليل لا شهود. قصة اللي حيرت العقول ديال كاع اللي كانوا حاضرين. وهنا غادي يتدخل سليمان الشاب. ردوا البال لهذا القرار الصادم اللي نطق به. طلب سيف وقال للحراس: قطعوا الدري على جوج وعطيوا لكل وحدة النص ديالو. صدمة كبيرة نزلت على المجلس، ولكن واش هذا القرار كان قسوة؟ لا، هذه كانت عبقرية نفسية. الأم الحقيقية ما قدرتش تحمل تشوف ولدها كيتقسم، وصرخت بالزربة طالبة تعطيه للمرأة الأخرى غير باش يبقى عايش. وهكا بهذه الرحمة كشف سليمان على الأم الحقيقية، وبين لداود عليه السلام باللي ولده راه هو الخليفة الشرعي ديالو. الجزء الثاني: جيش من الجن والطير وقوة لا مثيل لها. من بعد ما تولى سليمان الحكم وهب الله واحد الملك عظيم. شوفوا معايا مناش كان كيتكون هذا الجيش. ما كانوش فيه غير البشر، بل كانوا حتى الجن اللي كيبنيو قصور ضخمة وكيغوصوا في البحار باش يجبدوا الكنوز. الطيور حتى هي كانت بحال شي جهاز ديال الاستخبارات الجوية، وحتى الحيوانات كانت كتسمع الكلام. والأعجب من هادشي كامل الريح اللي كانت بمثابة وسيلة نقل خارقة كتقطع مسافة ديال شهور في نهار واحد. إمبراطورية خيالية بكل المقاييس. وفي وسط هاد العظمة والقوة وقعت واحد القصة عجيبة. في واحد الواد نملة صغيرة شافت هالجيش الجرار اللي كيزلزل الأرض جاي في الاتجاه ديالهم. هاد النملة بذكاء صرخات كتحضر القوم ديالها. كيف ما كيوثق هاد الاقتباس العظيم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. رد الفعل ديال سليمان كان استثنائي جدا. سمعها، فهمها، وابتسم. السلطة المطلقة ما خلتوش يتكبر نهائيا، بالعكس شكر الله على هذه النعمة وأمر ذاك الجيش العظيم ديالو كامل باش يقف ويغير المسار ديالو باش يعتق مستعمرة ديال النمل. هذه قمة التواضع والرحمة اللي كان كيتميز بها هذا الملك. الجزء الثالث: الهدهد ومملكة السبأ واكتشاف مملكتك تعبد الشمس. الانضباط في جيش سليمان كان صارم بزاف، وأي غياب كان كيؤدي للشك. هذا التسلسل كيبين لينا شنو وقع. الهدهد غبر، ومن اللي رجع جاب معاه أخبار صادمة على مملكة سبأ في اليمن والملكة ديالهم بلقيس اللي كانوا بيعبدوا الشمس من دون الله. سليمان ما ضيعش الوقت وصفت ليهم رسالة حازمة يدعوهم فيها للتوحيد وبيمتحن النوايا ديالها. ملي وصلت الرسالة لبلقيس جمعت المستشارين ديالها. هذه المقارنة كتوضح الفرق الكبير في التفكير. القادة العسكريين كانوا واجدين للحرب وقالوا بكل فخر باللي عندهم قوة عسكرية ضاربة، ولكن بلقيس بحكمتها ودهائها قررت صفة هدية عبارة عن كنوز ذهبية. علاش؟ باش تختبر واش هاد الملك طامع غير في المال ولا راه فعلا نبي مرسل. الرد ديال سليمان كان قوي وما فيهش اللعب. ملي وصلته الهدية أرفضها تماما وقال لهم: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. وهددهم بجيش ما يقدروش لهما لا غيرهم يواجهوا إلا ما استسلموش للحق. هاد الشيء خلى بلقيس تقرر تهز الرحال وتسافر بنفسها لعند سليمان. الجزء الرابع: عرش بلقيس والصرح، حواجز تبهر العقول. سليمان عرف باللي بلقيس جاية في طريق وبغى يوريها شي معجزة اللي تصدمها وتخليها تتواضع. طلب من الحاشية ديالو يجيبوا عرش بلقيس من اليمن حتى لعنده. شوفوا معايا هاد التنافس في السرعة. مارد من الجن عرض يجيبه قبل ما يسالي المجلس، ولكن واحد الرجل اللي عنده علم من الكتاب قال ليه نجيبوا ليك فرمشة عين. وفعلا العرش الضخم حضر في البلاصة. سليمان بدل ما يغترب هاد القوة سجد كيشكر الله.
ملي وصلت بلقيس وتعرفات على العرش ديالها من بعد ما غيروا فيه شوية، دخلها سليمان لواحد القصر عجيب صرح ممرد من قوارير، أرضية زجاجية شفافة ونقية لواحد الدرجة كيسحاب ليك واش مسبح كيموج بالماء. بلقيس هزات التوب ديالها حيت سحاب ليها غادي تمشى في الماء، عاد باش اكتشفات هاد الخدعة المعمارية المدهشة. ديك اللحظة كانت حاسمة، العرش اللي تنقل في رمشة عين والأرضية الزجاجية اللي خدعات الحواس ديالها، هادشي كامل خلى بلقيس تيقن باللي هادشي ماشي سحر، بل هو تأييد إلهي 100%. هاد المقولة كتخلد للحظة اللي اعترفت فيها بالخطأ ديالها وإعلانات إسلامها وخضوعها لله رب العالمين. الجزء الخامس والأخير، نهاية لا يعلمها الجن، موت النبي سليمان. كل قصة عظيمة عندها نهاية، وأي قوة في هذه الدنيا عندها أجل محتوم. تأملوا معي هذا المشهد الدرامي. سليمان عليه السلام مات وهو واقف كيتوكى على العصا ديالو. الجن بقاو خدامين في الأشغال الشاقة لشهور وهم خايفين منه، كيسحاب لهم راه باقي حي، حتى بدأت دابة الأرض اللي هي النمل الأبيض كتاكل في العصا ديالو بشوية بشوية. وملي تهرست العصا طاح الجسد ديال النبي سليمان. طيحة وحدة هرست الأسطورة وكسرت الوهم. الجن تفرشوا وتكتشفوا على حقيقتهم، مجرد مخلوقات ما كيعرفوش الغيب، وإلا ما كانوش غادي يبقاو في ذاك العذاب المهين لشهور طويلة. حقيقة صادمة سالات مع كاع الخرافات اللي كانت دايرة بهم. وهكا كنوصلوا لنهاية هذا الشرح ديالنا، ولكن بغيت نخليكم مع هذا السؤال العميق: إلا كانت أعظم إمبراطورية في تاريخ البشرية اللي مسخرة لها الرياح والجن والطيور سال بها المطاف للتراب، شنو كيعني هادشي بالنسبة للقوة والأمجاد اللي كنجريو موراها حنا اليوم؟ قصة سيدنا سليمان عليه السلام كتبقى درس خالد كيعلمنا بلي التواضع هو كل شيء، وأن الملك لله وحده. كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم، ونتمنى يكون هذا العرض جاوب على التساؤلات ديالكم وخلاكم تفكروا مزيان في هذه العبرة العظيمة.